النهاردة هنعمل الزلابية اللي كلنا بنحبها بطريقة مميزة وكمان سهلة جدا. الزلابية من الحلويات الشعبية اللي ملهاش منافس، لكن ناس كتير بتفتكر انها معقدة او بتاخد وقت. عايزة اقول لكم ان ده مش حقيقي خالص. تحضير الزلابية سهل جدا وبشوية مكونات بسيطة ممكن تعمليها في وقت قياسي. وكمان هقول لكم طريقة مبتكرة عشان تشكلي بيها الزلابية بسرعة. اول حاجة هنحضر الشربات بتاعنا. انزلي بقى بكوبايتين سكر وعليهم كوباية ونص من المية، وانزلي كمان عليهم معلقة صغيرة من عصير الليمون. حطيه بقى على النار وسيبيه يغلي شوية، وبعد ما يتقل نطفي النار ونسيبه يبرد. هنجهز بقى العجينة بتاعت الزلابية وهي مكونات بسيطة. انزلي بكوبايتين من الدقيق، عليهم معلقتين كبار نشا ومعلقة كبيرة سكر وكيس خميرة فورية وكمان رشة ملح. قلبي بقى المواد الجافة مع بعضيها، وانزلي بكوباية ونص من المية الدافية، وهنقلب لحد ما تكون العجينة لا تقيلة ولا سايلة. احنا عايزين العجينة تكون بتمط وليها عرق معانا. وما تنسوش وانتوا بتعملوا تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بجد جربوا الطريقة دي مرة واحدة بس وهتبقى أساسية عندكم على طول. كل بلد بقى على حسب التسمية بتاعتها، في الزلابية وفي لقمة القاضي وفي العوامة. في بلدكم بقى بتسموها ايه؟ واحب كمان اقول لكم ان هي ما خدتش مني وقت خالص. هنا بقى هنغطي العجينة بتاعتنا بكيس او ستريتش او كمان فوطة نظيفة، وهنسيبها تخمر حوالي ساعة. هنا بقى الشربات بتاعنا جاهز. بعد بقى ما العجينة خمرت، دلوقتي هنبدأ في القلي. هنبدأ نلمها ونفضي الهواء منها. هاتي بقى اي كيس من الاكياس البلاستيك الشفافة، وابدأي بقى اعملي فيها فتحة صغيرة، وهنجيب كوباية او قالب عشان يمسك الكيس بس، ونبدأ نفضي حتى ربع الكمية اللي احنا عاملينها. يعني هننزل بكمية صغيرة كل شوية. بصوا قد ايه العجينة بتمط معانا، وده يدل ان العجينة بتاعتك ناجحة. وبأي بقى معلقة مدهونة زيت، وانزلي على زيت سخن. المهم ان الزيت يكون سخن كويس. اضغطي بقى على الكيس، هيطلع لك قطع صغيرة على حسب ما انت عايزة تشكليها، قطع صغيرة او كبيرة. وكل شوية كنت بنزل المعلقة الصغيرة عشان ما تلزقش معايا. شكليها بقى ونقلبها لحد ما تاخد اللون الابيض او الدهبي الفاتح قوي، عشان احنا لسه هنقليها مرة تانية. المهم ما تاخدش اللون الدهبي الغامق. قلبيها بقى تقليبتين كده وشيليها في طبق وسيبيها لغاية اما تبرد. وهنا لازم تبقى ايدك تبقى فيها على طول، اذا كانت في المرحلة الاولى او في المرحلة التانية. وبعد ما بنشيلها ونسيبها تبرد تماما، وهنبدأ نرجع ننزلها في الزيت مرة تانية تاخد اللون الذهبي اللي هو المحمر الجميل. والمرة دي هنكون حاطين الشربات جنبها عشان اول لما تطلع هنحطها في الشربات. وهنا حابة اقولك انت ممكن تضيفي لها لمسات مميزة، زي ممكن تحط لها العسل او الشوكولاتة او ترش لها كراميل، او ممكن كمان سكر بودر زي ما انتوا حابين. وكمان هنا اوعي تشيلي ايدك من التقليب، لازم تفضلي تقلبي فيها لغايه اما تاخد معاكي الدهب المحمر. بعد ما حطيناها في العسل هنفضل نقلب فيها لغايه اما تشرب العسل شويه. بعد كده هنشيلها في طبق التقديم. شايفين الجمال ده؟ زلابية مقرمشه من بره وطريه من جوه، وكمان مليانه شربات. بجد طعمها حكايه ومخدتش مني غير كام دقيقه. يلا جربوا الوصفه ومتنسونيش في اللايك. سلام.